كم مرة دخلت الغرفة ونسيت انت ليش داخل اصلا؟ هذا موضوع الفيديو. ليش ننسى بسرعة؟ النقطة الأولى النوم. اكو تجربتين سواهن الكاتب ماثيو ووكر بكتاب واي وي سليب. التجربة الأولى جاب مجموعتين وعرض عليهم نفس المعلومات. المجموعة الأولى خلاها تنام 8 ساعات اللي هو النوم الكامل، والمجموعة الثانية خلاهم ما ينامون لمدة 24 ساعة. لما نرجع سوى لهم اختبار بعد 24 ساعة، لاحظ انه المجموعة اللي ما نامت 40% من المعلومات اللي تعلموها أمس نسوها بشكل كامل. السبب انه الذاكرة المؤقتة او الحصين امتلأ وما تفرغ اثناء النوم. شرحنا سابقا انه المعلومات اللي بينقلها للذاكرة دائمية اثناء النوم، فاذا ما نمت وما تفرغ من معلوماته حرفيا راح يسد روحه. انا بعد ما ادخل اي معلومه، تريد تقرا اقرا، ما ادخل معلومه بكيفك. التجربه الثانيه والاخطر انه جابوا 4 مجموعات، الاولى نامت 8 ساعات، والثانيه 6، اغلبكم تنامون 6، والثالثه 4 ساعات، والرابعه حرموهم 3 ايام بدون نوم. اللي لاحظوا انه المجموعه الاولى كان ادائهم مال الحفظ جدا ممتاز وفوق الطبيعي، بس الكارثه وين؟ ان المجموعه الثانيه اللي ينامون 6 ساعات ورا 14 يوم تراجع ادائهم العقلي، قدرتهم على الحفظ، وكل تصرفاتهم الحياتيه، التفكير، تراجع مثل الشخص اللي صار له 24 ساعة ما نايم. ليش؟ بسبب تراكم الإجهاد. المشكلة وين؟ إنه ما كانوا حاسين بهذا الشيء. لما اجوا العلماء سألوهم أثناء التجربة إنه هل تحسون بشيء؟ لا. فحصوا خلايا عقلهم لاحظوا هذا الشيء، وهم ما يحسون بسبب وهم التكيف. المجموعة الثالثة اللي كانوا ينامون 4 ساعات واللي كم طالب سادس هم يسويها، ورا اسبوعين تراجعت قدراتهم العقلية وكأنه شخص ما نايم صار له يومين، وحرفيا هاي كارثة للدماغ. وطبعا المجموعة الرابعة اللي ما نامت لمدة 3 ايام باليوم الثالث لاحظوا انه نسبة الخطأ صارت عندهم 400%. يعني اذا تسأله سؤال نسبة 400% راح يجاوبك خطأ، الى درجة وصلوا انه ما يقدرون يكونون جملة واحدة مفيدة. يعني انا راح اروح ادرس، ممكن يقول لك انا راح درس، حرفيا ما يقدر يكون جملة كاملة. وطبعا الكتاب شقاقي، اذا عندكم وقت بس مو هسه طبعا اطلعوا عليه راح تستفادون بعده كلش هواي. السبب الثاني والكارثة حاليا اللي هو السكرولينج او التمرير، هاي الفيديوهات اللي تمرر بيها وتقعد بالساعات وانت تباوع عليها، اللي صار حرفيا وين ما كان موجودة. عندك شيء اسمه ضبابية العقل. المشكلة وين؟ انه السكرولينج يأثر عليك بطريقتين. الطريقة الاولى انه يبرمج العقل اي شيء متعب ويعطينا دوبامين شوية سوي له سكيب، لان انت من تشوف فيديو وما يعجبك تسوي له سكيب، يجي عقلك يشوف دراسة 4 ساعات سكيب، تروح تشتغل اسكيب، تروح النادي اسكيب، فراح تصير حياتك عبارة عن قوقعة فاشل يا قوقعة وادمان للدوبامين السر. اللي يصير هنا هو الحمل المعرفي الزائد. هنا الدماغ راح يشوف مثلا خلال 5 دقائق انت ضحكت وجدتك معلومه طبيه ومعلومه دينيه ومعلومه علميه وهواي معلومات، فراح يصير عنده شيء اسمه الحمل المعرفي الزائد. شنو راح يسوي الدماغ هنا؟ حرفيا راح يرفض تخزين اي معلومه. ليش؟ حتى يحمي نفسه، لانه هاي المعلومات كلها ما يلحق يحفظها كامله. زين تتخيل بعد استخدام تيك توك والدماغ مسوي حرفيا بلوك، ما تدخل اي معلومه، تروح تقرا، شنو راح يصير؟ البلوك بعده موجود، راح تفهم المعلومه بس مستحيل تحفظها. مشكله الدماغ انه غبي، يعشق القمار، حرفيا يحب شيء قمار. راح تقول له شنو القمار بهاي الفيديوهات؟ هاي الفيديوهات تقامر انه انت هل يطلع الفيديو يضحك او ما يطلع يضحك. فانت عندك احتمالين، احتمال انه يضحك، احتمال ما يضحك، او احتمال فيديو تريده او فيديو ما تريده. هذا الشيء يحفز الدماغ انه هذا الفيديو ما عجبني، خلنا مرر اللي وراه يعجبني، لا اللي وراه 100% يعجبني، الفيديو الخامس مستحيل لازم يعجبني. راح تقول شنو الحل؟ طبعا هو افضل حل انه انت تقطع هاي الفيديوهات نهائيا، بس راح اعطيك حل بديل ويكون وسطي. اكو تطبيق اسمه نو سكرول، هذا التطبيق يعطيك خيارين، الاول هو بلوك اول، انه انت تحجب كل الفيديوهات القصيره واذا طبيت على الفيديو يطلعك مباشره. الثاني اسمه كيوريوس، هذا الخيار شنو هو؟ يعطيك مثلا 10 دقائق كل ساعتين او 10 دقائق كل 5 ساعات، انت تحددها. او الخيار الثاني انه تروح للاعدادات مال موبايلك الرفاهيه الرقميه وتحدد وقت للتطبيق لمده يوم كامل. شنو المشكله بهذا الخيار؟ انه مثلا يوتيوب شورت انت تريد تستخدم يوتيوب بس ما تريد تستخدم الشورت، فما راح يفيد. الافضل انه تنزل تطبيق نو سكرول واللي هو تقريبا مجاني بشكل شبه كامل. النقطه الثالثه التوتر يرفع هرمون الكورتيزول اللي بدوره راح يهاجم الحصين اللي هو الذاكره المؤقته، وهذا من يهاجم شو يسوي؟ يحذف المعلومات اللي درستهن اخر شيء. فبالعافيه جزء من حل التوتر انه تنام عدل، لان جسمك اذا صار به خلل بالنوم فراح يصير خلل بالهرمونات ويصير سالفه طويله، فالمهم نام عدل.
النقطة الرابعة وللأسف أنا هم أسويها اللي هي التشتت، تعدد المهام. لأن إذا شايفين هواية إذا يلعب ألعاب شو يسوي؟ يشغل مثلا بودكاست أو شيء بالخلفية ويدخل يلعب اللعبة، مثلا تشغل فيديو وتروح تشتغل. أوكي هو بيه فائدة، بس المشكلة الزيادة معدة تخلي العقل مشتت بحيث انه ما مركز بشغله 100%، فراح يعامل كل مشاغل الحياة هيجي. فانت من تجي تدرس شوية تحس بملل، يقول ها بس خلنا ناخذ لي فرة بالتيك توك، اشوف الاشعارات اشوف الرسائل راح تشتت وحرفيا تشوف ضيعت نص ساعة بدون ما تنجز اي شيء. النقطة الخامسة والأخيرة اللي هو نقص دي 3 أو بي 12 أو أوميجا 3، بس الأوميجا 3 تأكد إنه مصدرها حلال أو اسأله بالصيدلية وإن شاء الله راح يجاوبك. طبعا الدي 3 مو ضروري عباد تسوي تحليل، لأن 90% من سكان العراق عندهم نقص بالدي 3 خصوصا البنات لأن هو يجي من الشمس. البي 12 تقدر تاخذ الجرعة الآمنة بدون تحليل، بس الأفضل إن تحلل حتى إذا عندك نقص تاخذ جرعة علاجية. الأوميجا 3 تقدر تاخذها بدون تحليل، ونفس ما قلت لكم تأكد إنه مصدرها حلال. طبعا مشكلة الدي 3 اذا صار بي نقص او نقص قوي يدمر نفسيتك دمار، يدمر ذاكرتك، يدمر كل شيء، لان فيتامين يشتغل شغل الهرمون. فالدي 3 كلش مهم. بس يعني ان شاء الله استفادتوا من المعلومات اللي ذكرناها في الفيديو. اكتبوا لنا بالتعليقات اذا عندكم اقتراح الفكره او هاي. بالتوفيق بالامتحانات، في الله.